يا هلا بيكم في نهاية المطاف، الجزء الرابع والأخير والأكثر دماراً من الموسم الثاني لمسلسل الدهاء والانتقام ريفنج. الليلة بيه اللعب بقى على المكشوف، وكل الأقنعة هتقع على الأرض، والضرب هيبقى في المليان من غير أي رحمة. بس حاسب هنا، لو أنت لسه ما شفتش الأجزاء اللي فاتت فأنت فايتك كتير قوي، وعمرك ما هتفهم العاصفة دي بدأت إزاي. أنصحك توقف الفيديو فوراً وتنزل تبص في الوصف تحت، هتلاقي لينكاتهم، روح شوفهم بسرعة عشان تفهم الليلة من أولها، وبعدين ارجع كمل معانا النهاية المرعبة دي. أما لو أنت جاهز ومتابع معانا خطوة بخطوة، فانزل اخبط اللايك المتين بتاعك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان عيلتنا تكبر بيكم، ويلا بينا نجهز لزرار الدمار الشامل. في اللحظة دي بيوصل إيدن بعد ما بيسمع كل حاجة من نولان، بيفهم إن إيميلي خلاص عدت نقطة اللا عودة. كل اللي مسيطر على إيميلي دلوقتي هو الانتقام وبس، لو حاولت توقفها أضمن لك إننا هنخسرها للأبد. في نفس الوقت المنظمة بتبعت مندوب جديد اسمه تراس، بيقابل فيكتوريا وكونراد وبيحقق معاهم في اختفاء هيلين، ورغم ان الشك كان مالي المكان، الزوجين بيتهربوا بمنتهى الحرفية. تراس بيمشي وبيسيب ورقة تهديد مبطن. بعدها بشوية إيميلي بتبلغهم ان شارلوت اتصلت، عملية جاك نجحت. بس رغم الخبر الحلو ده، وجع إيميلي ما قلش سرة. نولان بيبصلها وقلبه بيتقطع عليها. نولان وإيميلي بيروحوا يزوروه في المستشفى. لما إيميلي بتشوف جاك متمدد قدامها، بتتأكد من جواها ان عيلة جرايسون هم السبب في كل ده. على الناحية التانية، فيكتوريا كالعادة بتستغل المصيبة لصالحها، بتواسي شارلوت بحنية مزيفة، وبتحول موت أماندا لكبر عاطفي عشان ترجع علاقتها ببنتها. صوتها كان هادي بس عينيها كانت بتلمع بخطة خبيثة. مفيش وقت طويل بيعدي وجاك بيفوق وصوته طالع بالعافية. إيميلي: أماندا كويسة؟ طب وكارل؟ الولد في أمان. شارلوت قاعدة معاه هو وأماندا. يا جاك، أماندا ماتت. الحقيقة القاسية بتنزل على جاك تكسره 100 حتة، دموعه بتغرق وشه وصريخه المكتوم بيهز حيطان الأوضة. في اللحظة دي كونراد بيدخل عليهم. جاك كان عارف كويس هو جاي ليه، بس بيجبر نفسه يفضل هادي. كونراد بيبدأ كلامه وبيقول له: رغم الشد اللي كان بينا، أماندا كانت زي بنتي. أنا عرفت دلوقتي إن غلطتي كانت إني وثقت في عيلة جرايسون. أنت ما كنتش تعرف إنهم استغلوني عشان يأذوك. هل حافظت على الذكريات اللي بينكم؟ خلي بالك من كارل الصغير وخليه يكبر وهو فخور بالتاريخ اللي سبته له. أنا حقيقي مش عارف أشكرك إزاي. بمجرد ما كونراد بيخرج، جاك بيبلغ كله فورا إن الفيديو اللي بيفضح أسوأ جرايم عيلة جرايسون متخبي في اللابتوب اللي أماندا سرقته. بتمر أسابيع وجاك بيتعافى وبيخرج من المستشفى وهو شايل رزمة جوابات قديمة، المراسلات اللي كانت بين إيميلي وأماندا أيام الإصلاحية. جاك بيواجه إيميلي وبيتهمها إن نار انتقامها كلت كل حاجة، حتى حياة أماندا. بيحملها مسؤولية كل اللي حصل. إيميلي ما كانش في إيدها حاجة غير إنها تتأسف، بس جاك ما كانش طايق يسمع منها أي أعذار. تحت شمس باهتة، جنازة أماندا بتبدأ. نولان واقف ساكت تماما. شارلوت بتعيط بصوت مكتوم، وعينين جاك حمرة دم وكأن الروح اتسحبت منه. وإيميلي بتقرأ كلمة الوداع وعينيها على التابوت وهو بينزل في التراب. فكرة واحدة كانت بتاكل في دماغها: اللي كان السبب في موت أماندا هيدفع الثمن غالي. بالليل وتحت مطر خفيف، إيميلي بترجع المقابر عشان تتفاجئ بشخص غريب هناك. انت كنت تعرفها كويس جدا. من اللي سمعته، أماندا شافت أيام سودة. عمري ما تخيلت إن آخر مرة هشوفها هتكون هنا. انت مين؟ أنا أخوها. إيميلي بترجع البيت وتحكي لإيدن عن مقابلتها لأخوها من عيلتها القديمة بالتبني. أخويا بالتبني إيلي ظهر فجأة، ما شفتوش من 14 سنة، وأظن إنه ما عرفكيش. ذكريات الطفولة بتطفو على السطح، وإيميلي بتعترف إن إيلي كان دايما بيحميها زمان. موت أماندا ساب جاك وحيد في الدنيا وهو بياخد باله من ابنه الرضيع. التليفون بيرن، فيكتوريا على الخط، صوتها ناعم بس مليان سم وتلاعب. بتعرض عليه يعملوا مؤسسة خيرية باسم أماندا. إحنا كنا بنفكر إزاي نخلي روح أماندا عايشة معانا، مش بس في قلوبنا. عشان كده أنا حابة أأسس مؤسسة تكريما ليها. رغم تردده، جاك بيوافق في النهاية وبيشوف إن دي طريقة يكرم بيها مراته اللي راحت. لو حاسس إن الأحداث بتسخن وبدأت تشدك، اخبط اللايك المتين وكمل معايا عشان اللي جاي دمار. في الوقت ده إيميلي بتزور قصر فيكتوريا وبتتصدم لما بتلاقي إيلي هناك. ورغم السنين اللي فاتت، إيلي بيعرف هويتها الحقيقية في ثانية، بس لحسن الحظ بيكتم سرها. شكلك مألوف، إحنا اتقابلنا قبل كده، اتقابلنا في المقابر. قلب إيميلي بيدق بسرعة رهيبة. بترسم ابتسامة هادية بالعافية وتلاقي أي حجة عشان تمشي، والرعب ماسكها إن سرها يتكشف. بس مفيش مسافة بتعدي وبيتقابلوا تاني في البار بتاع جاك. المرة دي إيلي بيدخل في الموضوع على طول، زي ما قلتيلي بالظبط، الواد بتاع المينا. صح يا أماندا؟ إيميلي ما بيبقاش قدامها حل غير إنها تعترف بكل حاجة، وبتحكي له سنين العذاب اللي عاشتها. بتحذره يبعد عن خطط انتقامها وتوعده إنها هتاخد بالها منه. في نفس الوقت شكوك جاك بتزيد. بيوصل لصاحب المركب ويضغط عليه عشان يعرف تفاصيل الانفجار. الراجل بيتردد
بيتردد شوية وبعدين بيعترف: في واحد أجر مني المركب في اليوم ده، وبعد الليلة دي كلمني تاني واتقابلنا في المينا. كان في دم في كل حتة ودفع لي فلوس كتير قوي عشان أخرس. فاكر شكله إيه؟ طويل، شعره محمل، وعينيه زرقاء. ده كل اللي فاكره. جاك بيربط الخيوط ببعض وملامح وشه بتتحول لحجر. بيكتشف إن نولان أكيد كان في مسرح الجريمة. النار بتولع في قلبه وبتبدأ تحرقه من جوه. في الحفلة الخيرية القاعة بتلمع تحت النجف الكريستال. فيكتوريا بتبتسم برقي وبتتحرك وسط الناس زي الملكة. دخول إلي بيزود التوتر في المكان. ابتسامته المهذبة مدارية وراها بلاوي ممكن تنفجر في أي لحظة. إيميلي واقفة في الركن وأعصابها مشدودة على الآخر. حركة واحدة غلط وكل اللي بنته هيتهد فوق دماغها، والناس بترفع كاساتها. جاك بيطلع على المسرح وصوته بيترعش: أماندا كانت مراتي وكل دنيتي، بس بعد كل اللي حصل اكتشفت إن أصدقائي الحقيقيين قليلين جدا، وعيلة جرايسون من ضمنهم. شكرا إنكم اديتوني أمل، يا رب يطلع حاجة حلوة من وسط كل الوجع ده. شكرا لوجودكم كلكم هنا. بعد ما الحفلة بتخلص نولان بيواجه جاك وبيسأله هو عمل كده ليه، بس بياخد رد غامض: أنا بتمرن. بتتمرن على إيه؟ بتمرن إزاي أكدب زيكم بالظبط أنت وإيميلي. لو كنتوا فعلا أصدقائي كنتوا قلتولي الحقيقة من البداية. نولان بيتجمد مكانه، بيحس بوجع جاك بس مفيش كلمة واحدة يقدر يقولها يدافع بيها عن نفسه. إيميلي واقفة قريب وحواجبها مضمومة شوية، عارفة إن موت أماندا زلزل أساس خطط انتقامها. على المسرح فيكتوريا بتبتسم ابتسامة عريضة، وإيميلي رغم هدوءها عارفة من جواها إن العاصفة الحقيقية لسه بتبدأ. في البار جاك بيتفرج على فيديوهات قديمة ليه هو وأماندا. لحظات الزمن وقف عندها. فجأة نولان بيدخل. كانت عروسة زي القمر. اطلع بره يا نولان، اطلع بره قبل ما اطلب لك البوليس. نولان بيشوف جاك واصل لقمة غضبه، فبيشرح له بهدوء إن المركبين اللي ليهم علاقة بالانفجار متسجلين باسم اخوات ريان. جاك بيفور وبيبقى جاهز يطلع يطربقها فوق دماغهم، بس نولان بيوقفه بكلمتين طالعين من القلب: انت لازم تعيش عشان ابنك واخوك، ما تخليش عيلة ريان ياخدوا منك حاجة تانية. عندك حق. نولان بيقرب وبياخد جاك بالحضن، والتوتر اللي بينهم بيدوب أخيرا. في نفس الليلة دانيال بيجي لإيميلي وهو سكران شوية وبيكشف لها الهدف الحقيقي ورا مؤسسة أماندا. المنظمة بتجبرني أمرر فلوس من خلال شركة جرايسون عشان أمول خطتهم الجاية. أهلك عارفين إن ده السبب الوحيد لحفلة النهاردة. هم بيخبوا الفلوس في المؤسسة عشان لو حصل أي تحقيق ثروتهم تفضل في أمان. الدم بينشف في عروق إيميلي وهي بتستوعب حجم اللعبة. نرجع للقصر. كونراد وفيكتوريا بيراجعوا شيكات التبرعات وهم في قمة السعادة ومش حاسين إن سرهم بدأ يتفضح. إيميلي بتكلم نولان فورا وتبلغوا الكارثة، وبيحطوا مع بعض خطة هجوم مضاد. عيلة جرايسون بينقلوا كل ثروتهم لمؤسسة أماندا كلارك. لو قدرنا ندخل على الحساب ده هنفلسهم. نولان بيبدأ يهكر النظام الخاص بالمؤسسة، بس بيوقف عند آخر حاجز. كود الحماية ده يخص هاكر أسطوري معروف باسم فالكون. اللي كتب الكود ده هو نفس الشخص اللي ساعد في تدمير أبوكي. ده أسطورة ودلوقتي رجع يشتغل مع عيلة جرايسون تاني. تاني يوم التوتر مالي مكتب نولان. بادما بتدخل وهي بتترعش من الرعب. أبويا لسه عايش. بتديله فلاشة عليها فيديو لأبوها وهو مخطوف. الفيديو بيخلي لونها يتخطف. نولان بيمسك إيديها بقوة: بادما ورحمتي ما هسيبك تأذي انتي ولا أبوكي. في نفس الوقت إيميلي بتقابل إلي تاني. بيديها جواب مصفر أبوها كان كاتبه من سنين بس ما بعتوش. الجواب كان مليان حب وشوق والدموع بتملى عينيها. إلي بيقترح عليها يزوروا مدام هيوارد أمهم بالتبني بتاعت زمان. إيميلي بتتردد بس بتوافق وهي عارفة إن ده ماضي ما ينفعش تهرب منه. لما بيتقابلوا التلاتة بيتبادلوا كلام مجاملات تقيل. إيميلي بتسأل عن حاجة أماندا بس مدام هيوارد بتقول إن كل حاجة راحت في حريقة. الست بتعرض على إيميلي تفرجها على البيت بس إيميلي بترفض، وبمجرد ما مدام هيوارد بتخرج من الأوضة إلي بيكشف وشه الحقيقي: إحنا ممكن نعمل فلوس ياما من الناس دي أكتر من اللي شافته في حياتها كلها. شكرا يا إلي، أنا مش بعمل كده جدعنة، أنا عايز 60%. صدقني ده هيعالج شوية جروح قديمة. في الوقت ده نولان بيرتب طريق هروب لبادما وأبوها وبيترجاهم يمشوا عشان يبقوا في أمان، بس بادما بترفض: مش فارق معايا، أنا ما قدرش أمشي وأروح مكان من غيرك وأضيع بقية عمري، أنا بحبك. في نفس اللحظة الحفلة الخيرية ماشية زي ما متخطط لها. القاعة بتلمع من النور ودوشة الناس. فيكتوريا بتطلع على المسرح وبتعلن إن إيلي هيتكلم نيابة عن المؤسسة. كل العيون بتبص له
وقلب إيميلي بيدق بسرعة. إيلي بيقف قدام المايك ونبرة صوته كانت باردة وتقطع زي السكينة. من سنة 1996 لسنة 1999 أنا عشت في بيت مدام هيوارد، دي كانت أسوأ سنين حياتي. تحت شعار التربية الست دي حكمت البيت بالرعب والترهيب. إيلي ما قراش الكلمة اللي المؤسسة كاتباها له، بدل كده صدم الكل وفضح نفاق مدام هيوارد وكشف قسوتها وتعذيبها للأطفال اللي اتبنتهم جسديا ونفسيا. القاعة بتتقلب همس ودوشة، وش مدام هيوارد بيجيب ألوان وعينيها بتطق شرار من الغضب، بتفقد السيطرة وبتفضح السر اللي مخبياه. إيلي هو اللي ولع في البيت من سنين، وهي دي الغلطة اللي خلت أماندا تلبس السجن 5 سنين. قول للناس يا إيلي إزاي ولعت في بيتي وخليت أماندا تشيل الليلة بدالك. الهوا بيتجمد في القاعة والدنيا بتتقلب. نظرة إيميلي بتتحول لجليد. أخيرا بتفهم إن إيلي أبعد ما يكون عن الملاك البريء اللي بيمثله. بعدين إيميلي بتواجه إيلي وتطلب منه تفسير، ما بيقدرش ينطق وبيفضل يتمتم باعتذارات ورا بعض. أنا عارف إن كنت أناني، أنا آسف، هعمل كل اللي أقدر عليه عشان أصلح ده. وبيوعد تاني إنه عمره ما هيكشف هويتها الحقيقية. لو فكرتي تفضحي أنا مين، أنا عمري ما هسكت. بعد الحفلة إيلي بيزور أمه بالتبني، عينيه كانت باردة بس الندم بياكل فيه من جوه، وقبل ما يمشي بيتأكد إنه يسيب لإيميلي ضمان أخير. تاني يوم إيلي بيجي يودعها ومعاه اعتراف ممضي من مدام هيوارد بتعترف فيه إنها باعت جوابات أبو إيميلي لكاتب. المفاجأة دي بتلين قلب إيميلي وبتغير نظرتها لأخوها بالتبني. تفتكري هتقدري تسامحيني في يوم من الأيام؟ اللي حصل حصل، خلاص يا إيلي، شكرا. بعد ما إيلي بيمشي إيميلي بتزور الكاتب المحبوس اللي اشترى جوابات أبوها، وللأسف بيفاجئها إن الجوابات اتحرقت، وبيقول لها إن اللي ولعها فيها كانت إيميلي نفسها، بس هو كان محتاجها عشان كتابه الجديد. فبيبدأ يحكي لها اللي كان مكتوب في الجوابات دي، وجوه السطور دي كان في سر يهد جبال. فيكتوريا ليها ابن تاني. على الجانب التاني نولان بيفقد أي اتصال ببادما وبيحاول يجمع الخيوط في مكتبه وهو هيموت من الرعب. كان على وشك ينهار تماما لحد ما إيميلي بتوصل، بتهديه وبتوعده إنها هتساعده يلاقوها. لو عايزين نلاقي بادما أنا عندي خطة، أنت بس لازم تثق فيا. في قصر جرايسون كارت عيد ميلاد غامض بيوصل لفيكتوريا، بتفتحه وبتتجمد مكانها والكلام اللي جواه بيسحبها لماضي أسود. الدوخة والغثيان اللي حاسة بيهم دي علامات حمل. هل أبو العيل لسه موجود؟ افتكري الاختيار اللي هتاخديه هيفضل يطاردك طول عمرك. في اللحظة دي ملكة التلج نفسها بتحس بالرعب بياكل في عظمها. في نفس الوقت كونراد بيبدأ حملته الانتخابية، لو كسبت هضمن لكل العمال أسهم ملكية وأوزع الأرباح على كل المستويات. ثقة كونراد المستفزة كانت بتبين إن فوزه مضمون، بس جاك بوش خالي من أي تعبير بيتفق مع نولان في السر عشان ينصبوا له فخ يجيبوا الأرض. كونراد هيخليني أحضر اجتماع مجلس المدينة وادهني من خلال السماعة، هستخدمها عشان أوقعه. نار الانتقام جوه جاك كانت ولعة أكتر من أي وقت فات. في نفس الوقت إيميلي بتزور فيكتوريا بتمثل إنها ضيعت دعوة حفلة الأقنعة، بس في الحقيقة كانت بتلقح بالكلام عن ابن فيكتوريا السري. أنا مش شايفة إن الدعوة ضاعت، هي أصلا ما اتبعتتش، وحتى لو إحنا في الهالوين في شياطين أحسن تفضل مدفونة. آخر مرة جبت سيرة الشياطين كانت في جنازة أماندا. ممكن تروحي لحد فين عشان تحمي ابنك؟ أعمل أي حاجة عشان ابني، ده مش سر. إيميلي بتفهم إنها مش هتقدر تضغط أكتر من كده وبتمشي. بعدها بأيام بوكيم ورد أسود بيوصل لقصر جرايسون. فيكتوريا بتفتح الكارت اللي معاه والدم بيهرب من وشها، إيديها بتترعش وعينيها مليانة رعب. شارلوت كانت واقفة قريب وبتلاحظ توتر أمها. فيكتوريا بتمسك نفسها بالعافية بس من جواها الرعب كان بياكل فيها. في نفس الوقت إيدن رافع المسدس في وش تراس وبيجبره ينطق بمكان بادما، بس كان الوقت اتأخر، كانت ماتت بجرعة مخدرات زايدة عن اللزوم. الغضب بيعمي إيدن وبيخنقوا تراس لحد ما بيفطس في إيده. في حفلة الأقنعة وتحت الأضواء المبهرة الضيوف متجمعين بهدومهم الأنيقة. إيميلي وإيدن بيتحركوا في هدوء وسط الزحمة وبيراقبوا من الضلمة، وفيكتوريا وهي بتتمشى في القاعة عينيها بتلمح الورد الأسود اللي استلمته من كام يوم. الذكرى المرعبة بتهجم عليها، لونها بيتخطف، بتترنح وبتقع من طولها. القاعة بتتقلب فوضى. إيميلي واقفة قريب مفيش على وشها أي تعبير، وكأن كل حاجة بتحصل زي ما خططت لها بالملي. بس جاك ما كانش مركز في الدوشة دي، عينه على انتقامه لمراته، وبيقرب من أشلي وبيعرض عليها اتفاق. أظن أهدافنا واحدة، قبل ما نوقع كونراد خلينا ناخد منه على قد ما نقدر، لو بقى محافظ محدش عارف إيه اللي ممكن يحصل. أشلي بتفكر شوية وبعدين بتهز راسها، المرة دي بتيجي في صف جاك. في الوقت ده نولان منهار تماما بعد ما البوليس بلغوا إن بادما اتقتلت، عينيه حمرة دم من القهر، وعدوا إنه يحميها هي وأبوها اتحول لرماد. في مكان تاني سر فيكتوريا المدفون كان دايس على أنفاسها، بتروح الكنيسة وبتعترف في هدوء لراهبة وصوتها بيترعش من الوجع. بتفتكر اليوم اللي سلمت فيه ابنها الرضيع للراهبة ووعدتها إنها عمرها ما هتدور عليه، ودلوقتي وهي هتموت وتلاقيه مش قادرة
بتنطق وتطلب ده. الراهبة بترد بهدوء بس كلامها بيقطع زي السكينة أكتر من أي أحكام. فيكتوريا بتخرج من الكنيسة ساكتة ومكسورة. إيميلي بتقابل إيدن وبيتبادلوا الأخبار والحزن على موت بادما. إيميلي بقت متأكدة دلوقتي إن أسرار فيكتوريا أعمق بكتير من اللي تخيلته. الطفل الضايع، الورد الأسود، كلها خيوط لشبكة بتخنقهم. تاني يوم نولان بيخرج من اسم البوليس مستنزف ووالع من الغضب. موت بادما زرع جواه غل وانتقام ملوش آخر، بس هو عارف إن مواجهة فالكون أسطورة التكنولوجيا شبه مستحيلة. أنا ما أقدرش أواجه فالكون وش لوش، ده أستاذ وأشطر مني. إيميلي بتشجعه وبترجع تولع الحماس جواه. نولان بياخد قراره، هيوقع الشبح اللي متخبي ورا الستارة. خلينا نقتل الوسخ ده مع بعض. بعد أيام من التتبع، نولان أخيرا بيقابل الهاكر الغامض، وبتطلع ست شكلها ضعيف. بيمثل إنه بيتفاوض معاها وبيطلب منها تشتغل معاه، بس بترفض وما عندوش حل غير إنه يستفزها. خلينا نخلص الحوار ده، لو أنا كسبت تشتغلي معايا، ولو أنا كسبت أنت مش هتكسب. أكبر 2 هاكرز بيقرروا يصفوا حساباتهم بجيم ستريت فايتر. الماتش كان طحن. نولان بيحارب بسنان وبيكسب بالعافية، وبيدي فالكون فلاشة، وبمجرد ما فالكون بتحط الفلاشة، نولان بلمحة بصر بيهكر ملفاته الأساسية. نور الشاشة بيعكس في عينيه. العبقري الفدائي نولان راس رجع للصورة. في الوقت ده الإعلام كان مقلوب. مذيع مشهور بيعمل لقاء حصري مع كونراد اللي كان بيتفخر بغرور، لدرجة إنه فضح إجهاض فيكتوريا القديم عشان يذلها. بس المذيع بيرد عليه بسؤال يقطم الوسط: تنكر إنك عملت كده وإنت بتدرس في أوروبا؟ طفل عنده 6 شهور اسمه باتريك، هل أنت رميته؟ الكاميرا بتزوم على فيكتوريا، بتسكت كام ثانية وبعدين بترفض تنكر. الاستوديو بيتقلب. كونراد بيتجمد مكانه بعد ما اتهان بكلامه هو. بالليل دانيال بيدخل أوضة إيميلي في هدوء، بيطلع خاتم وعينيه مليانة صدق. الحاجة الوحيدة اللي واقفة بينا هي أنتي. أنا عايز أقضي بقية عمري معاكي يا إيميلي. إيميلي بتتجمد وابتسامتها الرقيقة مدارية وراها عاصفة من المشاعر. ما قدرتش ترد لأن بالنسبة لها ده مش حب، دي خطة عسكرية. فيكتوريا والدنيا تقيلة على كتافها بتروح لنولان. صوتها كان هادي بس مليان قلق: أنت عبقري كمبيوتر، وحسب كلام العلاقات العامة بتاعتك أنت كمان رائد في إعادة تأهيل الهاكرز. ممكن أقدر أساعدك ترجع ملكيتك الكاملة لشركة نول كورب. عرض مغري. المقابل إيه؟ تساعدني ألاقي ابني الكبير. نولان بيتجمد مكانه. كان فاكر إنه كشف كل أسرار عيلة جرايسون، بس الجرح ده كان أعمق من تخيله. مع دخول الليل إيميلي واقفة قدام الشباك غرقانة في أفكارها، والسؤال بياكل في دماغها: توافق على الجواز ولا لأ؟ إيدن بيقرب منها بهدوء: مش دي مجرد خطوة تانية في خطتك تدخلي جوه عيلة جرايسون وتدمريهم من جوه؟ قوليلي إيه اللي هيحصل لما كل ده يخلص، لما يدفعوا تمن اللي عملوه في أبوكي؟ بعد كده هقدر أكون معاك، ساعتها هتجوز الوغد ده وخلص عليهم للأبد. أحداث الليلة بتتحرك في صمت. إيميلي بتقابل دانيال زي ما اتفقوا، وفي جو الرومانسية الهادي بتوافق على عرضه. تاني يوم في قصر جرايسون، دانيال بيعلن خطوبة إيميلي على إيميلي قدام أهله. كونراد وفيكتوريا بيتخشبوا. فيكتوريا عارفة إن الست دي مش مجرد واحدة هتتجوز ابنها، دي بتسحب عيلة جرايسون كلها لقلب العاصفة. فيكتوريا بتحاول توقف الجوازة، بس دانيال بيرد لها الضربة ويجيب سيرة ابنها السري. كونراد بيتزنق وبيغير الموضوع وبيطلب منهم يتجوزوا بسرعة عشان يدعم حملته الانتخابية. دانيال بيبتسم بخبث: ماشي، بس على الأقل استنى لبعد الانتخابات. عارف فلوسك مربوطة في أملاك العيلة، ممكن تستفيد منها. مش فارق معايا لما اسيب شركة جرايسون، عايز كل مليم يخصني يكون جاهز. ماشي، بس على الأقل استنى لبعد الانتخابات. عارف. في نفس الوقت جاك مستمر في تحقيقه الهادي في موت مراته. بيوري فيكتوريا الصور لكونراد وهو بيقابل مرات المحافظ في السر في ظروف مريبة. فيكتوريا بتحافظ على هدوءها وبعدين بترتب مقابلة مع مرات المحافظ. الستين بيقعدوا قدام بعض على ترابيزة الشاي وبيتبادلوا كلام شيك بس مليان سم. وفي النهاية الست بتكشف الحقيقة: حالة قلب جوزها بتتدهور وممكن يقع من طوله في أي لحظة. فيكتوريا بتفهم في ثانية إن ده الكارت الكسبان اللي هتضرب بيه كونراد. في الوقت ده دنيا إيدن بتبدأ تنهار. دانيال بيقرب منه فجأة وصوته بارد زي التلج: لما عينتك الموارد البشرية ادتني ملفك نظيف، بس أنا عملت تحرياتي الخاصة. أبوك هو تريفور ماثيس، عامل الشنط المشتبه إنه حط القنبلة في رحلة 197. إيدن بيحاول يشرح بس دانيال بيقاطعه: كنت فاكرك عايز شغل أو يمكن إيميلي، بس واضح إن الموضوع مش بالبساطة دي. الأمن هيطردك بره، أنت مرفوض. إيدن بيترمي بره وهو بيغلي من الغضب، وبيروح لنولان يطلب مساعدته. وفي خلال ساعات بيكتشفوا الخاين، معلمهم القديم. تحت ضلمة الليل إيدن بيواجه معلمه اللي كان هادي بطريقة مرعبة: مهمتك خلصت. مهمتي هتخلص بس لما أكون مع إيميلي. عينين إيدن بتتحول لجليد، الغضب بيملاه وهو بيطلب إجابات. المعلم بيسحب سيفين ببطء. المعركة كانت طحن والحديد بيخبط في بعضه تحت نور القمر. في النهاية إيدن بياخد اليد العليا وبيديله ضربة قاضية: دي نهايتك. إيدن كان عارف من اللحظة دي إن مفيش رجوع. فيكتوريا بتدخل بار جاك وبتعترف إنها فشلت توقف كونراد. كان بيربط مصالح العيلة بالانتخابات، بس فيكتوريا كانت عارفة إنه مجرد مؤامر بيلعب بمصير عيلته. بتبص في عينين جاك: بما إننا إحنا الاتنين عايزين كونراد يخسر الانتخابات، ليه ما نشتغلش مع بعض؟ جاك بيرد عليها بدليل وتسجيل صوتي بيفضح خطة كونراد لقتل مراته: لو في حد يقدر يخلص من الشخص اللي قلتلك عليه
عليه اتفاقنا لسه شغال صح يا ريان؟ ده كان مجرد افتراض، خلينا نعتبر الحوار ده ما حصلش. في اللحظة دي المدينة كلها بتغرق في ضلمة كحل. إيميلي واقفة جوه مكتب نولان وبتراقب ببرود، كل خطوة عملتها بتوصل لنقطة خطر ممكن تقلب الموازين. كانت متأكدة إن معلمها عارف الحقيقة ورا كل ده. إيميلي ونولان بيجروا على بيته، المكان كان هادي بطريقة تخوف. لما بيدخلوا بيلاقوا مرمي سايح في دمه وغرقان في الموت. المعلم الهادي الصلبي اللي كانوا بيحترموه اتقتل. إيميلي بتنزل على ركابها جنب الجثة والدموع بتغرق وشها. ده الراجل اللي علمها تحارب وتعيش بهدف، كان بالنسبة لها أب تاني بكل ما تحمله الكلمة من معنى. بتمسح دموعها وبتبدأ تدور في المكان. جوه صندوق اسود صغير بتلاقي صور وش واحد متعلم عليه بدواير حمراء، الرعب بيمشي في عروقها. بتروح لإيدن وتسأله لو يعرف الراجل ده. إيدن بيفضل ساكت، بيترجاها توقف وبيقول لها إنه جهز لها خطة هروب، وهو بيديها الباسبور. بتلمح جرح في إيده، بتفهم الليلة كلها هو اللي قتل معلمهم. انت اللي قتلتيه يا إيميلي، خليني أشرح لك. تشرحي إيه؟ غضب إيميلي بينفجر وبتديله حتة دين قلم. إيدن بيترجاها، تأكيد أدربك علشان تبقي محاربة، بس دي حربه هو مش حربك. أنا مش مصدقة. على الناحية التانية فيكتوريا وهي بترمي الزبالة بتلمح اختبار حمل، وشها بيسود وبتروح طوالي على مكتب دانيال. يا محاسن الصدف، طلعت حامل. فجأة كل حاجة بقت منطقية. دانيال بيتجمد وبعدين بيضحك ضحكة باردة. اللي حامل مش إيميلي، دي شارلوت. فيكتوريا بتتصدم ولسانها بيتعيد. في الوقت ده اخو جاك الصغير ديكلان بيقع في فخ من بنت بتسحبه المصيبة. لما شارلوت بتشوف الدليل قلبها بيتكسر وبتمشي وتسيبه. ديكلان بيروح لفيكتوريا وهو هيموت ويشرح لها. بتبص له باحتقار. شارلوت حامل؟ هي ايه؟ واضح انها ما قالتلكش وعندها حق. ابعد عن بنتي والا هتودع قدرتك على الخلفة للابد. ديكلان بيمشي وهو بيغلي ومتهان. في قصر جريسون كونراد وفيكتوريا بيخططوا تاني. المرة دي كونراد بيقرر ان جاك لازم يتصفى. الواد ده شايل اسراء خطيرة جدا. يوم الانتخابات كونراد بيؤمر اشلي ما تقولش لجاك على المؤتمر، وبيستخدم تليفونه في السر عشان يبعت له عنوان مضروب. جاك وهو مش واخد باله من الفخ بيفتكر ان دي فرصته يفضح كونراد وبيروح على العنوان فورا. في نفس الوقت إيميلي ونولان بيربطوا الخيوط ببعض وبيكتشفوا ان جاك رايح برجله للموت. كونراد مأجر قاتل محترف وجاك هو الهدف. من غير تفكير بيطيروا في الشوارع عشان ينقذوه، بس تليفونه ما بيردش. جاك ما كانش عنده فكرة انه داخل مصيدة موت. لما بيوصل بيلاقي المكان مهجور. في الوقت ده انتخابات المحافظ بتبدأ. كونراد بيطلع على المسرح وبيرمي خطبة حماسية. في الدنيا دي في روابط صعب تتكسر وفي قوة بتحاول توقعنا في الفوضى، بس احنا عمرنا ما هنتراجع. عينيه بتسرح في الناس اللي تحت وهو متأكد ان القاتل خلص مهمته. فجأة انفجار مرعب بيشق السكوت. بعد الانفجار جو المدينة بيتقلب في ثانية. الرعب بيملى الشوارع والناس بتجري في كل حتة. كونراد بيستغل الفرصة الذهب دي عشان يبان كبطل سياسي قوي، وبيبدأ يزعق بأوامر لفرق الإنقاذ. جهزوا فريق إنقاذ فورا، كلموا عائلات وأصحاب كل موظفين شركة كرايسون، حتى لو ما قدرناش نلاقيهم احنا مش هنرتاح. إيميلي بتضرب بالخطر عرض الحائط وبتقتحم المبنى عشان تلاقي جاك، بس المطافي بيوقفوها. في الوقت ده نولان كان بيحاول يرجع إشارة الأقمار الصناعية في مكتبه، وفجأة الباب بيتفتح. جاك بيدخل، وش نولان بينور من الفرحة، بس جاك بيزقه ببرود. انت عرفت منين ان في انفجار هيحصل يا نولان؟ من هنا ورايح احسن لك تبدأ تقول لي الحقيقة. نولان ما بيبقاش قدامه حل غير انه يعترف بكل حاجة. بعد ما جاك بيسمع الحقيقة بيقرر يستغل إشاعة موته عشان يراقب كونراد من الضلمة. بيروح لأشلي وبيضغط عليها عشان يفهم حوار الرسالة اللي ودته هناك. كانت مستغربة لحد ما بيكتشفوا ان دي كانت لعبة من كونراد، ورغم ان جاك طلع منها سليم المصيبة حصلت. ديكلان اتصاب إصابة خطيرة في الانفجار واتنقل المستشفى. شارلوت اللي كانت قريبة من المكان جريت ورا الإسعاف وهي مرعوبة. لما ديكلان بيفوق بيبتسم ابتسامة ضعيفة. جاك وهو متنكر في لبس ممرض بيجي يشوفه ويقول له الحقيقة. ديكلان مش بيلومه، بيمسك ايد اخوه بس. بعد ما جاك بيمشي شارلوت بتدخل. على حافة الموت الاتنين اخيرا بيتصالحوا. شارلوت بتتأسف انها شكت فيه، وديكلان بيهمس انت اقوى مما تتخيلي يا شارلوت، انا محتاجك تصدقي ده. بعيلة زينا العيل ده هيتعبنا قوي. بيقرروا يخلوا البيبي. في قصر جرايسون إيميلي بتواجه فيكتوريا وبتستعمل سر طفلها الثالث عشان تكسر غرورها، بس النشرة الإخبارية بتوقفها فجأة. إيدن اتقبض عليه وموجهين له تهمة تدبيل الانفجار. تاني يوم جاك بيرجع المستشفى عشان يلاقي نولان بيعيط جنب سرير ديكلان. ديكلان مات بسبب نزيف في الشريان. نولان بيدي جاك آخر فيديو سجله ديكلان. صوته الضعيف بيقول احنا مرينا بحاجات كتيرة قوي يا أخويا. كارل ده أسعد طفل في الدنيا عشان انت أبوه. انت طول عمرك زي أبويا يا جاك. أنا بحبك يا جاك. الكلام بينزل زي السكينة في قلبه. كل ذرة حزن بتتحول لنار كراهية صافية. محدش ولا حتى انت يا نولان، محدش هيقدر يوقفني اني اخلي عيلة جرايسون تدفع تمن اللي عملوه. بالليل جاك بيقتحم قصر جرايسون. فيكتوريا كانت مستنياه من غير سلاح ومن غير خوف. يلا اضغط على الزناد، ده اللي استاهله. جاك بيرفع مسدسه
بيسكتوا وبعدين بينزلوا تاني. اللي تستهليه هو إنك تقولي لحفيدتك ليه ما عندهاش أب. لو مكانك هقول لشارلوت الخبر ده بالراحة. في الوقت ده المباحث الفيدرالية بتقبض على نولان. تحت كشافات التحقيق اللي تعمل عين بيوروه آخر فيديو لبادما وهي بتترعش ومرعوبة وبتودع الدنيا. الدموع بتملى عينيه بس بيكتمها جواها. هو هيعيش عشان ياخد حقها. بره كونراد كان عايش في مية البطيخ في حفلة تنصيبه. الناس بتسقف والورد مالي المسرح. فيكتوريا بتتفرج على البث المباشر بهدوء في البيت وفجأة جرس الباب بيرن. بتفتح الباب وبتتجمد. باتريك أهلا يا أمي. نرجع للحفلة. كونراد مكمل في خطبته اللي كلها نفخة كدابة وفي وسط الزحمة عينين جاك حمرة دم وبيرفع مسدسه في صمت ولسه هيضغط على الزناد. إيميلي بتدخل تجري. يا إيميلي اطلعي بره، دي مش حربك، كل ده بسببي أنا. أنت من جواك طول عمرك عارف الحقيقة. أنا أماندا. الكلمة بتنزل زي الصاعقة. جاك بيتخشب مكانه مذهول من اللي شايفه في عينين إيميلي. مفيش تردد، مفيش غير وجع وإصرار وبس. على المسرح كونراد غرقان في انتصاره وتحت جاك بينزل مسدسه وغضبه بيغلي ومش لاقي حتة يروح فيها. نولان قاعد مكسور في أوضة التحقيق التلج وإيميلي واقفة في الضلمة شايلة على كتافها وزن كل سر، كل كذبة وكل انتقام عملته. العاصفة الحقيقية لسه بتبدأ يا جماعة. دي كانت نهاية الموسم الثاني من الانتقام. وبكده يا غاليين نكون وصلنا لنهاية الموسم الثاني من الملحمة اللي حبست أنفاسنا. موسم خلص على زلزال قلب كل الموازين. أسرار اتكشفت، أرواح بريئة راحت، وانتقام إيميلي بدل ما يطفي النار اللي في قلبها حرق ناس كتيرة كانت بتحبهم في طريقه. سؤالنا ليكم النهاردة في الكومنتات، تفتكروا بعد ما إيميلي اعترفت بحقيقتها لجاك اللعبة هتروح لفين؟ وهل عائلة جرايسون لسه عندهم كروت ممكن يلعبوا بيها في الموسم الثالث؟ مستني رأيكم وما تنسوش تقيموا سكريبت النهاردة من 10 في الكومنتات. وزي ما بنقول دايما الانتقام نار بتشعل اللي بيشعلها قبل ما تكوي عدوه. سامح عشان روحك تعيش في سلام. لو الملخص عجبكم اخبطوا اللايك المتين واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان تكونوا أول ناس تشوف الموسم الثالث وأقوى ملخصاتنا اللي جاية. أشوفكم في حكاية جديدة وسلام يا أحلى عيلة.